السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. لما بنيجي نتكلم عن الكونتنت كريتور او الكونتنت كرييشن او حتى لما بنيجي نتكلم عن الكوبي رايتنج ما بناخدش بالنا من حاجه، ان في حاجه اسمها مهاره كتابه المحتوى، وفي فرق ما بين وظيفه كتابه المحتوى. معاكم محمد فهيم، فاوندر ليلا جرو ماركتنج ايجنسي. الحمد لله قدرنا نشتغل في اسواق مختلفه جدا، وقدرنا ان احنا نحقق نتائج بشكل كبير جدا باستخدام الكونتنت بس، وباستخدام استراتيجيات للاعلانات اعتمدنا فيها على الكونتنت بتاعنا. ولكن اي استراتيجي احنا عايزين نقولها او حتى هندرسها مش هتنفع غير لما نكون فاهمين بيزنس بشكل كبير جدا، وفاهمين يعني ايه ماركتنج، علشان نقدر حتى نشتغل على الماركت ريسيرش او نقدر نشتغل على الاهداف التسويقيه بتاعتنا. الكورس بتاعنا ده متقسم ل 14 سيكشن، كل سيكشن من دول جواه كذا محاضره. مهم جدا ان انت تسمعهم بالترتيب، خاصه السيكشن رقم 1 والسيكشن رقم 2. ولكن بعد كده مش مهم الترتيب في اي حاجه، انت تقدر تغير الترتيب زي ما انت عاوز. طيب ايه هي السيكشن اللي احنا بندرسها؟ اول حاجه الماركتنج اند بزنس ثينكينج، ازاي احنا اصلا بنفكر في التسويق كفكره، وازاي بنفكر في البيزنس. وده بناء على ان احنا شفنا المايند سيت وطريقه التفكير هي اللي بتميز حد عن حد. يعني ممكن يكون كونتنت كريتور شغال بقاله 3 4 سنين، ويطلع حد لسه جينيور بس عنده فكر بيزنس، زي ما بنقول كده مخه نظيف. النظافه بتاعه المخ دي هي اللي بتخلي في حد فعلا بيتطور وبياخد شوط كبيره جدا، وحد تاني ما بيتطورش وبيفضل موجود مكانه. وفي السكشن ده بندرس كل حاجه انتوا شايفينها، من اول بقى الماركتنج اوبجيكتيف والبيزنس اوبجيكتيف، الماركتنج استراتيجي، الفانل ثينكينج. بندرس كل حاجه ازاي تدرسها وازاي تفكر فيها. في السكشن ده بنعرف اساسيات مهمه جدا، والاساسيات دي اللي بنبني عليها. كل اللي طالبه منك ان انت هتحضر ورقه وقلم وتكتب الحاجات المهمه اللي جت في دماغك، ويكون معاك نوت تانية اسمها نوت الافكار. نوت الافكار دي هتفضل معاك، هتكتب فيها كل فكره جت في دماغك. واحنا مثلا بنعرض الاعلانات او بنعرض اي حاجه، جات لك فكره كامبين او جات لك فكره مهمه، اكتبها في نوت الافكار دي، عشان النوت دي بعد كده هي اللي هتكون الدليل بتاعك والمميز عن اي حد تاني. يعني انت قاعد مع اي كلاينت هتقدر تطلع فكره من الافكار بتاعتك دي وتبص عليها. طيب انا لما استخدمتش الافكار دي ودايما بتجيلي افكار جديده، خليها معاك، لان انت بعد شغل 3 4 سنين هتوصل لحاجه اسمها الكرييتيف بلوك. والكرييتيف بلوك ده انك للاسف مخك مش هيبقى قادر يطلع افكار جديده، ساعتها هتحتاج النوت دي علشان تطلع من افكارك القديمه اللي احنا كتبناها. الجزء الثاني هندرس فيه الكونتنت استراتيجي. والكونتنت استراتيجي دي فكرته ان انت بتكتب الكونتنت بتاعك لهدف معين، وهتبدا تشوف احنا وصلنا للهدف ده ولا لا. طيب لو وصلنا بالهدف خير وبركه، هنشوف ازاي بنعمل له جروث او بنعمل له عمليه نمو. طب ما وصلناش للهدف، ما عندناش مشكله، هنعيد الكونتنت استراتيجي تاني ونشوف ايه المشاكل اللي حصلت عندنا لحد ما نوصل للاوبجيكتيف بتاعنا او الهدف اللي احنا حطيناه من البيزنس بتاعنا. طيب احنا بنجيب اصلا الهدف ده منين؟ بنجيبه لما بندرس المايند سيت او بندرس البيزنس، بندرس الماركتنج ذات نفسه، بنعرف هل الهدف ده قابل للقياس وينفع نحطه ولا لا. وفي القسم بتاع الكونتنت استراتيجي ده بندرس اهم 10 توبيك مهمين جدا لازم نبقى عارفهم بشكل كويس جدا، وهم التوبكس اللي ظاهره قصادك من اول ما بنبدا بالكونتنت استراتيجي لحد ما بنوصل لحد الكونتنت ايديا، ازاي بتجمع الافكار بتاعت الكونتنت بتاعتك. كل ده بنجمعه مع بعض في 10 سيشن مهمين جدا ان انت تسمعهم. بعد كده بندرس الكوبي رايتنج وازاي بنكتب اعلانات بشكل كويسه جدا. وفي الكوبي رايتنج ده بندرس تقريبا 14 سيكشن مهمين جدا او 14 محاضره. في ال 14 محاضره دول بنتكلم فيهم من عن الهوكس، ازاي نكتب هوكس كويسه جدا الناس تكمل، مرورا بقى بازاي بنكتب البادي او السي تي اي، وحاجات كتيره جدا. كل اللي قصادكم ده بندرسه في الجزء بتاع الكوبي رايتنج. طيب الجزء ده مهم جدا انك ترجع نفس النوتس اللي احنا بنقول فيها عن الافكار، تجمعها قصادك، لانه احنا شغالين بتلاقي استراتيجيز وبتلاقي حاجات موجوده، مهم جدا انك تدونها. وعلشان نعمل كوبي كويسه جدا وكونتنت يفرحنا، محتاجين نفهم السايكولوجيز بتاعت الناس، ازاي الناس بتفكر وايه البيهيفير اصلا بتاعها. في السكشن ده بندرس كل حاجه ليها علاقه بالسايكولوجي والبيهيفير بتاع الناس، ازاي اصلا الجمهور بتاعي بيفكر، ايه الدوافع النفسيه اللي بتخليه يشتري، الجمهور بتاعي بيخاف من ايه، هل هو خايف ان هو يخرج الفلوس بتاعته، خايف انه ما ياخدش قيمه بشكل كفايه. كل ده بندرسه في السكشن بتاعنا بتاع السايكولوجي والكاستمر بيهيفير. وبعد كل ده بندرس الكونتنت برودكشن. في الكونتنت برودكشن ده من المهم جدا ان احنا نركز على هو احنا هنخرج الكونتنت بتاعنا ازاي. هنخرجه فيديو، طب الفيديو ده هنصوره ازاي. هنخرجه اعلان، طب الاعلان ده هيتاخد بانهي شوت. طب ايه التون بتاعت المونتاج بتاعتنا. طب البراند بتاعنا الوانه ايه الالوان اللي هنهتم ان احنا نظهرها في الفيديو بتاعنا. طب انا لو بعمل ديزاين، ايه الالوان اللي احطها في الديزاين وايه الالوان التانية. هل انا عايز احط الوان حماسيه علشان الكونتنت بتاعي بيتكلم على افكار حماسيه. هل انا عايز احط الوان وورم دافيه علشان انا عايز احسس الكلاينت من الديزاين ومن الكونتنت بتاعي باحساس ان هو عايش في امان. كل ده هندرسه في الميديا برودكشن او الكونتنت برودكشن اللي احنا عايزين ندرسه. والقسم ده هدفه ان انت بتسخر كل حاجه حواليك عشان تنجح الكونتنت بتاعك. بعد كده هندرس البلاتفورم.
كل البلاتفورم اللي موجوده هندرسها ازاي نستخدمها، ازاي نتعلم فيها من جوه، ازاي ايه التولز اللي ممكن تبقى موجوده في بلاتفورم وبلاتفورم تانية لا، ازاي نعمل سكادول البروسيس، ازاي نقرا الانسايت، ازاي نستخدم البلاتفورم بشكل كبير. وده علشان بنسبه كبيره جدا من الشركات دلوقتي وخاصه الماركت ايجنسي او الناس اللي بتشتغل معاهم ان هاوس بيبقى عندهم ان الكونتنت كريتور هو المسؤول ان هو يبوست او يعمل ببلش للبوستات او يعمل ببلش للفيديوز اللي بتبقى بتتعمل. وعشان يكون عندك التولز دي فالموضوع بيكون اكبر من فكره ان انت بتبوست كانك بتبلش حاجه على البروفايل الشخصي بتاعك، لان بقى تقريبا كل البلاتفورم عندها حاجه اسمها حافظه الاعمال. فعلى سبيل المثال في الميتا بيزنس سوت دي من اكتر الحاجات اللي موجوده اللي احنا بنبدا نبص لها كده من جوه، هتلاقيها مختلفه خالص عن الموبايل، بتمانج فيها كذا بيزنس. فكل الحاجات دي هنفهمها في الجزء ده. في الجزء السابع هندرس الاس اي او، ازاي بنتعامل مع محركات البحث، وازاي محركات البحث بتقرا الكلام بتاعنا علشان تظهره للحد التاني، وهنعرف ازاي بنستفيد بيه، وازاي بيحقق لنا نتائج للبيزنس جدا، وازاي كمان تعرف الاساسيات عشان فيما بعد لو عايز تتخصص ك اس اي او مانجر او ك اس اي او اوبتمايزيشن. تامن واهم سيكشن بالنسبه لي هو الاناليتكس اند اوبتمايزيشن، لان كل اللي فات ده ممكن يبقى لذيذ وجميل جدا نعمله، ولكن اللي بيفرق حد حلو قوي او حد جامد قوي في المجال ده عن حد تاني هو انه بياخد الحاجات اللي عملها ويحللها، يعرف هي نجحت ليه، ولو فشلت يعرف هي فشلت ليه. فبالتالي لو نجحت بيقدر يعيد النجاح ده مره واثنين وثلاثه، ولو فشلت بيعرف يتعلم من الفشل ده علشان يوصل ان هو ينجح مره واثنين وثلاثه. والجزء بتاع التحليل وان احنا نحلل ونعدل على اللي احنا عملناه، الجزء ده بيفرق بشكل كبير جدا جدا في عاليتك وبيفرق في النجاح اللي انت بتنجحه. فبتتحول من حد مجرد بس ان هو بيكتب كونتنت وبيكتب كوبي فالكلاينت يقول له اه حلو فينزله، او يقول له لا وحش فيعدل عليه لحد ما الكلاينت يقول له حلو. انت بتخرج بره الدايره دي وبتبدا بقى ان انت تبقى شخص متمكن جدا في المجال اللي انت بتشتغل عليه. تاسع قسم عندنا هو الكوميونتي اند جروث. مع الوقت هتفهم ان انت محتاج تعرف ازاي تعمل كوميونتي حواليك او حوالين البرودكت بتاعك. طب الكوميونتي ده بيتبني ازاي؟ بيتبني بتولز. طب ايه هي فكره الكوميونتي؟ فكره المجتمع. تخيل حوالين البراند بتاعك في ناس بتحبك وبتعزك وبتحضر لك مره واثنين وثلاثه وبيتفرجوا لك او بيتفرجوا على فيديوهاتك او بيشتروا منك المنتج مره واثنين وثلاثه ومبسوطين بيك. تخيل لو جيت قلت لهم ان انا عارض منتج جديد تعالوا جربوه، نسبه الثقه او نسبه ان هم يشتروا هتبقى عاليه جدا بناء على الناس اللي بيعرفوك اول مره. فعلشان بقى نعمل انجيجمنت استراتيجي للكوميونتي دي، او علشان كمان ناخد الناس من ان هم بيتفرجوا عليك بس او ان هم يشتروا منك مره واثنين وثلاثه يبقوا موجودين في المجتمع بتاعك، كل ده بندرسه في القسم ده. بعد كده مش هينفع نكون في 2026 وما ناخدش قسم كامل عن الاي اي كونتنت. في الاي اي كونتنت ده مهم جدا 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 ان احنا نعرف ايه هي التولز بتاعت الاي اي وازاي بتفكر وازاي ان اححنا نستخدمها. واهم محاضره في المحاضرات اللي هتبقى موجوده هو ازاي الاي اي بيفكر، لان احنا لما نعرف ازاي الاي اي بيفكر مهما اتغيرت التولز او مهما اتغيرت الادوات اللي احنا بنستخدمها او مهما اتغيرت حتى البلاتفورم اللي بنستخدمها سواء بقى شات جي بي تي، جيميناي، اي حاجه من الحاجات الجديده اللي ظهرت او لسه هتظهر، فهتعرف تتعامل معاها لما يكون عندك العلم ازاي بنتعامل مع الاي اي وفاهم لغته بشكل كويس. بعد كده رقم 11 هندرس حاجه اسمها الكرييتيف ثينكينج. ازاي اصلا بنطلع الفكره، ازاي بنسيرش عليها، ازاي بندور، ازاي بنعرف الفكره دي مناسبه لينا ولا لا، وازاي بنطلع فكره كرييتيف اوت اوف بوكس من البوكس ذات نفسه. والقسم ال 12 مش هينفع تكون كونتنت كرييتور او ماركتير او اي حاجه ليها علاقه بالمجال بتاعنا ده من غير ما يكون عندك مهارات الكوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل. الجزء بتاع مهارات التواصل ده مهم جدا يكون موجود، لان انت هتتواصل مع الكلاينت بتاعك، هتتواصل مع زمايلك، هتتواصل مع المدير بتاعك، هتتواصل مع عدد كبير جدا من الناس لو هتقدم محاضره او برزنتيشن. فاذا مهارات التواصل هي المهمه في الشغل بتاعنا. وهقول لك على حاجه انا اسف جدا ان انا بقولها لك ولكن هي حقيقه لازم نعترف بيها. بنسبه كبيره جدا السي في والبورتفوليو بتاعك مش هم اللي بيشغلوك، ولكن بنسبه اكبر بتشتغل بسبب مهارات التواصل وبسبب الكوميونيكيشن وبسبب علاقاتك في المجال اللي احنا موجودين فيه. وعايز اقول لك ان كتير جدا من الشغل اللي انا اشتغلته او كتير جدا من الناس اللي رشحوا لي ناس يشتغلوا ما كانوش بيقولوا والله كانوا شاطرين وكويسين، كانوا بيقولوا والله ناس محترمه كانوا كويسين وكانوا لذاذ. فمهارات التواصل بتاعتك هي اللي بتخلي ناس يعملوا لك ريكومنديشن علشان تروح تشتغل معاهم. بعد كده القسم رقم 13، وده بقى عايز اقول لك انه من اهم الاقسام اللي لازم تبقى مركز ومهتم بيها وتسمعها مره واثنين وثلاثه، وهو الكولابريشن. ازاي اصلا احنا بنشتغل في الشركات، ازاي انا ككونتنت بتعامل مع الديزاينر، طب ازاي انا بتعامل مع الفيديو اديتور، ازاي بتعامل مع المونتير، ازاي اتعامل مع مديري، ازاي اتعامل مع الكلاينت، ازاي وانا سينيور كونتنت كريتور بتعامل مع الجونيور، ازاي انا مثلا ماركتنج مانجر بتعامل مع الناس الموجوده. لان ده اللي بالظبط هيخليك تبقى في الشركه بتاعتك شخص مميز وشخص مسؤول عن عدد كبير جدا من الكلاينتس، وفي نفس الوقت لو حبيت تفتح الشركه بتاعتك او الايجنسي الخاصه بيك هتقدر تفتح ده بمنتهى السهوله وانت عارف تتعامل مع الناس ازاي. خلصنا كل اللي فات ده، هنيجي لاخر سيكشن وهو السيكشن رقم 14 والسهل واللذيذ، وهو التكنيك
تولز او التكنيكال سكيلز. في سكيلز كده اضافيه لازم تبقى متعلمها عشان تكون كونتنت كريتور طرش وعظمه العظمه وفوق العظمه بشويه كمان، زي مثلا انك تستخدم كانفا، كاب كات، ووردبريس، شوبيفاي، تريلو، جوجل اناليتكس، جوجل ورك سبيس، جوجل دوكيمنت، وورد، اكسل. كل الحاجات دي كلها تكنيكس بتساعدك ان انت تحقق النتيجه اللي انت عاوزها. وقبل ما نبدا في الكورس بتاعنا انا ليا عندكم طلبين. اول طلب ان انت تحضر نوت مخصوصه، ويا ريت تكون نوت بلونين مختلفين للكورس ده. نوت هتسجل فيها المعلومات بتاعتك، والنوت الثانيه هتسجل فيها الافكار بتاعتك واي ملحوظه انت عايز تعملها. واتمنى ان انتوا تصوروا النوت دي وتشاركوها معانا تحت، او تشاركوها معانا على السوشيال ميديا وتعملوا لنا منشن، علشان هيبقى فيه هديه لاي حد هيعمل الموضوع ده. نقدر نقول ان دي اول تاسك، ان انت تجهز النوت بتاعتك وتجهز الوانها وتشوف ايه الالوان اللي انت حاببها، وتعالوا نمشي سوا في رحله التعلم بتاعتنا ونوصل لافضل مرحله باذن الله. هتلاقوا في حاجات متصوره في اماكن مختلفه، هتلاقوا في حاجات متصوره في الشارع، هتلاقوا دايما في ابديت بتحصل على الكورس ده. فانا منتظركم تدعوا لنا وتكملوا على خير، وباذن الله كلنا نوصل لافضل نتيجه ونشارك العلم بتاعنا معاكم. اشوفكم على خير، ويلا بينا نبدا اول سيشن.